احنا عملنا اقتصاد مصر، حولناه لاقتصاد ريعي، الاراضي موجوده. الحاجه الثانيه بقى، لما اروح للبنك النهارده، هيجي البنك يقول لي تقييم، اقول له يا بيه تقييم ايه؟ ده الحكومه نفسها بجلاله قدرها، مجلس الوزراء مجتمع وقايل المتر ده ب 3000. اما يجي بتاع البنك يقدر يقيمه لي بال10 جنيه اللي انا خدتهم، ولا يقيمه بالثلاثه؟ بالثلاثه اللي موجودين، ده ما قيمش اكتر. هنقول الراجل مش فاسد وبيبيع سبح وبخور وناس زي الفل. هيعملوا بنفس الرقم، ال 3000 جنيه او ال 5000 جنيه اللي عامله، يقوم يديله النص عليه. طب قيمه الارض لو انا جيت النهارده ما سددتش، البنك يقول لك هسحب الارض منك. ده انت سحبت الارض ب 10 جنيه يا استاذ، اللي الراجل خد فيها 1500 جنيه. يعني ادي كانت نوع من انواع الفساد. انا هاكد الكلمه الصغيره بعد اذنك يا دكتور، معلش. اتفضل يا بيه. تاكيدا لكلامه، حسين سجواني لما خد ارض جماك اشتراها ب 130 مليون جنيه، دفع 30 مليون جنيه مقدم، وخد قرض بقى من البنوك المصريه طبعا بضمان الارض دي اللي هو بقى فيها التقييمات العاليه دي 750 مليون جنيه قرض. ما هو ده حضرتك انت ده بقى بيتكرر في ال 20 حاله ولا ال 30 حاله؟ لا حضرتك عمر افندي القنيه بتاع الجميع اشترى ب 490 مليون جنيه، خد قرض من البنوك المصريه، رهن 16 فرع، هم 88 فرع، رهن 16 فرع بعد 3 شهور 690 مليون جنيه اللي هم بيشتكونا البنوك النهارده. من غير ما يشتغلوا ومن غير بعد 3 شهور بس. وباع 10% من اسهمه لمؤسسه التمويل الدوليه لواحده اسمها راشيل، يهوديه وامريكيه، ب 500 مليون جنيه ل 10%. لا يعني ال 10% اكبر من قيمه الصفقه بالكامل، 30 مليون دولار. ورهن 16 فرع بس، وفي لسه 70 فرع ما جاش ناحيتهم، رهنهم ب 690 مليون جنيه. والبنوك المصريه يعني المستثمر هنا جه ما جابش حاجه من جيبه، ما جابش معاه، ما جابش حاجه من جيبه. فهي ديت قصه الفساد اللي احنا حسبناه بقى حضرتك، قصه الفساد في القطاع العام فقط، في صفقات القطاع العام وتوزيع الاراضي. حول مصر لاقتصاد ريعي موجود، كل واحد ياخد حته. انا اشتغل ليه النهارده؟ انا اعرف حضرتك او اعرف الوزير فلان، يقوم مضي لي ورقه خليها معايا سنتين، سنه ونص، نص سنه، بعد كده بقيت انا. الحل ايه؟ كان بيقولوا في ناس تماما. الحل بقى تمام. الحل بقى احنا عرفنا عصر مبارك عامل ازاي، بس لا، فاتوره الفساد اللي موجوده ديت هي دي اللي تم كذا. السؤال بقى هنا نحل الحلول. مفيش حاجه في الدنيا مشكله من غير حل، مفيش حاجه من غير حل، لا يوجد تحت سماء البصيره دي كلها حاجه من غير حل. السؤال تعالى يا عم، الشركات اللي تم اخذها عنوه، انا بسميها عنوه لان دي شركات اتخذت بالغصب من المالك الاصلي ليها اللي هو الشعب، عن طريق الوكيل بتاعه اللي هو زي المحامي، زي الاستاذ لا مؤاخذه، زي الاستاذ خالد المحامي وكيلا عن الاستاذ حمدي، هو اتخذت عنوه عن طريق الوكيل بتاعه، باع بقضيه فاسده. تعالى يا عم، تقييم الكلام ده بتاريخه النهارده كذا. قيمه الفلوس اللي كانت لو حطيناها في البنك المركزي سعر الفايده بتاعها كذا. السؤال، عند حضرتك تدفع فلوس؟ هيقول لك لا ما عنديش، متشكرين بيه. عند حضرتك بضاعه تديها لنا بالقيمه الفرق دي؟ لا والله ما عنديش. طيب حضرتك تقييم الشركه احنا مقيمينها الوقت بال10 قروش، هناخد بيهم اسهم بالقيمه ديت، ويبقى في محفظه موجوده في وزاره الماليه فيها قيمه الاسهم بقيمه الاموال، بدل ما بيمتلك 100% تلاقي ملكيته بقت 5% وال95 رجعوا للدوله. السؤال بقى هنا، الدوله تحب تبيعهم تاني؟